السلام عليكم. تعالوا بينا النهاردة كده نعمل قلب وكلاوي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. أنا بعملهم كده الاتنين على بعض بيبقى طعمهم خطير. لو انت حابة تعملي كل حاجة كده لوحدها هتبقى برضو نفس الطريقة دي. تعالوا بينا بقى كده على طول ندخل على الطريقة والمقادير. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا أسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تحطولي لايك. معايا هنا كده طاسة على النار فيها حوالي معلقتين كبار من الزيت. وهنا طبعا مش بكتر الزيت خالص علشان عندي الكلاوي فيها نسبة كده من الدهن، فبحط معلقتين او 3 معالق بالكتير قوي. بعد كده بنزل بالقلب والكلاوي اللي عندي، وطبعا لازم الزيت يكون سخن جدا علشان ياخدوا معايا صدمة كده وما ينزلوش اي مية. اول لونهم ما يغير معايا كده على طول بديهم تقليبه، وانزل عندي ببصلايه كبيره مقطعاها بالشكل ده، بديها هي كمان تقليبه كده. وهكون مجهزه عندي بقى التوابل اللي انا هضيفها. هنا مش هكتر توابل خالص علشان ما تضيعليش طعم الاكل، فهحط هنا شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه بهارات مش اكتر من كده. هديها بقى كده تقليبه، وهيكون عندي قرن فلفل كده كبير مقطعاه قطع صغيره بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. هنزل بقى كده بالفلفل اللي عندي، هديله برضو كده تقلبتين. وهكون مجهزة معايا برضو فصين كبار من الثوم، مقطعاهم برضو قطع صغيرة كده زي ما انتم شايفين. حطيت كده الثوم وهديلهم برضو كده تقلبتين. واخر حاجة هضيفها هتكون معايا طماطمية كبيرة مقطعاها زي السلطة كده. هضيف الطماطم بقى كده زي ما انتم شايفين، وهسيبهم حوالي 3 دقايق كده مع بعض. بعد كده هضيف معايا كوباية من المية. طبعا كده مش هتكون استوت خالص لان القلب والكلاوي بيكون فيهم شدة كده، يعني ما بيستويش بسرعة مش زي الكبدة وكده. فانا هضيف هنا كوباية مية كده وهسيبها لحد ما تغلي، وهغطي عليها وهدي النار واخلي النار كده متوسطة لحد ما تستوي معايا. خلاص كده القلب والكلاوي استووا معانا بالشكل ده، بجد طعمهم خطير جدا. جربوها بقى علشان بجد تستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.